هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في اي بي سي بيرنتنج تيبس. يلا بينا. كتير قوي اول ما بنجيب بيبي بنلاقي نصايح كتير قوي جايه لنا من كل ناحيه. ما تعودوش البيبي على انه يتشال كتير، سيبوه حتى لو عيط، سيبوه وما تشيلوهوش علشان ما يتعودش على الشيل. طيب تيجوا نفكر في الموضوع ده مع بعض، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ دلوقتي البيبي لما بيتولد بيكون في الأول مقفول عليه في مساحة صغيرة، كل احتياجاته متسددة من غير ما يطلب. يعني لما بيجوع بياكل على طول، لما بينعس بينام على طول، لما بيعطش بيشرب على طول. كل احتياجاته متسددة أول بأول من غير ما يطلب ومن غير ما يقول يا ماما الحقيني يا ماما تعاليلي. لما بيطلع بقى من بطن ماما، كل الاحتياجات اللي هو عايزها دي علشان تتسدد له محتاج انه يعبر، يقول ان هو محتاج انه جعان، محتاج انه ينام، محتاج انه يشرب. وهو بيبي الطريقة الوحيدة اللي عارف يعبر بيها هو انه يعيط، دي الطريقة الوحيدة. وكمان بيبقى متعود على مكان مقفول عليه، فبيبقى مش عارف هو انا لما طلعت من بطن ماما هي كده ماما خلاص مش عايزاني ما بتحبنيش عشان كده طلعتني براها. علشان كده هو بيبقى محتاج حضن طول الوقت، محتاج يبقى حاسس بنفس المساحة الضيقة اللي بتحسسه بالأمان، لأنه طلع على عالم كبير وواسع عليه جدا جدا بعد ما كان مقفول عليه، وحاسس بالأمان في المساحة الصغيرة بتاعته. لو ده ما حصلش ايه اللي هيحصل للبيبي؟ هيبتدي يحس ان هو مش محبوب. دي اول conclusion هيتوصل لها، ان هو شخص مش محبوب عشان كده ماما سايباه يعيط. تاني حاجة كمان هيبتدي يحس ان هو منه للعالم الواسع اللي حواليه، ده هو اللي يدافع عن نفسه، وهو اللي يحاول ان هو يأمن على نفسه ويبعد كل شر من الشرور اللي في الحياة، يبعدها عنه. هو اللي مسؤول عن نفسه، محدش هيساعده. فبالتالي بدل ما هيبقى مركز في تنمية قدراته ومهاراته لما يكبر، هيبقى مركز في انه هو يحاول يلاقي قيمته ويحاول يعمل لنفسه قيمة، طبعا وغالبا هتكون قيمة مزيفة. وكمان هيحاول ان هو بيكون يدافع عن نفسه بس، لكن هينسى بقى ان هو ينمي مهاراته ويذاكر ويبقى ناجح ويبقى مش عارف ايه، والكلام الكبير الحلو اللي احنا كلنا نفسنا ولادنا يبقوا بيعملوه. ففعلا البيبي لما مش هنشيله وهو بيعيط كتير هيبطل عياط، لكن مش علشان هو هدي فعلا، لكن علشان وصل لملحوظة ان هو فعلا مش محبوب، ان هو مضطر ان هو يدافع عن نفسه لوحده. يعني مثلا تخيلوا كده، لو انا قاعدة عمالة اعيط 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 وزعلانة ومتضايقة وفي موضوع مضايقني ومستنية جوزي بس يطبطب عليا ويقول لي مالك، لكن في الحقيقة هو قاعد يتفرج على التلفزيون ويكلم صاحبه ويضحك ويهزر وعايش حياته وراميني، تفتكروا انا ممكن احس بايه؟ اي واحدة هتحس بايه؟ اكيد هتحس ان هي مش محبوبة وهتهدى فعلا وهتبطل عياط، لكن مش علشان هي هديت، لكن علشان وصلت انه مفيش فايدة، مفيش امل، انا لازم انا اتعامل لوحدي واطبطب على نفسي واحبني واجيب لي هدية. طبعا احساس وحش جدا. ده بالظبط نفس اللي بيحسه ولادنا لما بيكونوا في سن صغير وعمالين يعيطوا واحنا مش معبرينهم. تخيلوا احنا ككبار بنحس بالوجع ده، امال هو البيبي اللي اساسا من اولى احتياجاته هو الحب والامان هيحس بايه؟ عشان كده في السن الصغير اللي هو اول 3 شهور من عمر البيبي مهم قوي ان احنا نهتم بان احنا نشيله كتير ونحضنه كتير. مش طول الوقت، مش 24 ساعة، لكن معظم الوقت البيبي بيبقى فعلا محتاج ان هو يتشال. ممكن نخليها شفتات، شوية بابا وشوية ماما، شوية تيتا شوية جدو، بس هو فعلا محتاج ان هو يتشال. ده غير كمان ان هو مش هيقوم يجري لوحده، يعني هو كده كده لازم عشان يتحرك لازم يتشال. علشان كده لازم نهتم بالموضوع ده، لانه كمان في اول سنة ونص من حياة الطفل هو ده الوقت اللي احنا بنوصل فيه للطفل ان هو محبوب وان هو في امان مع عيلته. علشان كده ال3 شهور الاولانيين دول لازم نهتم بالحضن ولازم نهتم بشيل البيبي كتير. اول ما يعيط ما نستناش لحد ما يعيط، لكن نشيله على طول. ميرسي واشوفكم الفيديو الجاي.